قبل أسابيع قليلة، التقط علماء الفلك في وكالة ناسا ومعهد سيتي إشارة غامضة قادمة من مجرة تبعد أكثر من مليار سنة ضوئية عن الأرض. كانت الإشارة عبارة عن ومضة راديوية قصيرة جدا، لكنها قوية بشكل لا يصدق، استمرت أقل من ثانية واحدة. ومع ذلك، كانت طاقتها تعادل ما تصدره الشمس في 3 أيام كاملة. وجه يصرخ خوفا. العلماء أطلقوا على هذه الظاهرة اسم الانفجار الراديوي السريع أو فاست راديو برست، وهي من أكثر الألغاز الكونية التي لم يتمكن البشر من تفسيرها حتى اليوم. لكن الغريب هذه المرة أن الإشارة لم تكن مثل غيرها، فقد تكررت بنمط منتظم كل 16 يوما تقريبا، وكأن هناك كائنا ما يحاول التواصل معنا بطريقة محسوبة ومتكررة. عندما تم تحليل الإشارة بالتفصيل، لاحظ العلماء أنها تأتي من منطقة محددة في المجرة داخل سحابة كثيفة من الغبار والغاز، ما جعل بعض الباحثين يعتقدون أن مصدرها قد يكون نجما نيوترونيا خارقا أو حتى ثقبا أسودا عملاقا يلتهم نجما قريبا منه. لكن الفرضية التي هزت العالم كانت شيئا آخر تماما. ماذا لو كانت هذه الإشارة صادرة عن حضارة ذكية متقدمة تحاول لفت انتباهنا منذ ملايين السنين؟ الفكرة ليست خيالا علميا فقط. ففي سنة 1977 سجل العلماء إشارة مشابهة أطلقوا عليها اسم إشارة واو، لأنها كانت غريبة إلى درجة جعلت أحد العلماء يكتب كلمة يا الله على الورقة بجانبها من شدة الدهشة. الإشارة الجديدة تشبهها كثيرا، لكنها أقوى بعشرات المرات وأكثر تكرارا، وكأن هناك من يريد أن نتأكد من أنها ليست صدفة. ناسا لم تؤكد رسميا أن الإشارة من كائنات فضائية، لكنها لم تنفي ذلك أيضا، بل صرحت في بيان رسمي أن ما رصدناه يمثل لغزا علميا حقيقيا يستحق الدراسة المعمقة، وأننا لا نملك تفسيرا قاطعا في الوقت الحالي. كلمات غامضة، لكنها كافية لتشعل خيال العالم بأسره. المثير أكثر أن فريقا من العلماء الكنديين استطاع تسجيل الإشارة نفسها باستعمال تلسكوب تشائيم الضخم، وأكدوا أنها تحمل تذبذبات دقيقة تشبه النبضات الرقمية، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها نوع من الشفرة الكونية. من جهة أخرى، يرى بعض الباحثين أن هذه الإشارات ليست إلا نتيجة اصطدام نجوم نيوترونية تدور بسرعة هائلة، وتطلق طاقة راديوية لحظة تصادمها. لكن حتى مع هذه التفسيرات، تبقى بعض التفاصيل غامضة جدا. كيف يمكن أن تكون الطاقة بهذا الحجم؟ ولماذا تتكر؟